والدائري انت عندك والدائري. احتياج لليوفط تبقى مدروسه تخطيطيا. مره كنت مع مجموعه من الاصدقاء وبعدين اليافطه مش عارف تقول يعني روح كده عشان توصل المكان اللي احنا عايزه. أيوة. فنطلع نلف 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 وبعدين نلف نرجع في فعملناها 3 مرات ماشيين ورا اليافطه. وبعدين لازم تسال واحد بقى هو اللي يحل لك مشكلتك. قلت له هو احنا قال لي اعمل كذا، قلت له لا بس اليافطه قال لي انت هتصدق اليافطه مثلا فبقت ثقافه كمان انه اليافطه. لعلم حضرتك ان مساله اليوفط دي مش مساله جماليه، احنا بنتكلم في انه احنا دوله بتعتمد على السياحه، يعني بيجي لك سياح كتير، يعني من المفترض ان الناس دي لو مأجره عربيه او سايقه لوحدها، طب احنا المصريين هنسال وهنمشي امورنا وهيقول لك تروح فين وتيجي منين كده بالفهلوه، انما الاجانب لما يجوا هيسالوا مين، فدي مشكله، فلازم تدرس تخطيطيا المسافات اللي بتتحط فيها اليوفط، درجه الرؤيه ان وانت سايق تبقى قادر تقرا اليافطه بوضوح والخط بتاعها يبقى عامل ازاي. ده هانم خليني اقول لك حاجه، هو ليه ما تتولاش المساله شركات القطاع الخاص؟ يعني صد ايه، ممكن الشركه بتعمل دعايه عن نفسها تحط يافطه تقول ادي شمال ويمين، بس طبعا لازم الحكومه توافق، يعني لازم المحافظه توافق. عايزه اقول لك على حاجه، انت مش محتاج القطاع الخاص قد ما انت محتاج. انا خايف بس اقول لك ما عندناش اعتمادات ماليه وندخل لا في هي مش الموال محتاجه، طب ما انت بتصرف، ما انت عندك يوفط موجوده. يعني هي المساله ما هياش مكلفه بس يعاد قوي توظيفها على يعاد توظيفها ويعاد دراستها وتدهن تاني وتتحط في اماكن مظبوطه، وزي ما حضرتك بتقول اليافطه مش باينه لانه ما فيش دراسه واضحه لليوفط بتاعت المحلات ويوفط الاعلانات دي اللي بتطغى صحيح. على الوظيفه. في فوضى بصريه طبعا انت دلوقتي عندك اليوفط اللي موجود على 6 اكتوبر وعلى العمارات دي كلها مزغلله عينك، لو انت عايز تشوف اتجاهات انت مش شايف من كتر ما الاعلانات هي اللي واخده العين. ما عنديش اعتراض، استفيدوا، لكن كمان انا عندي احتياج وظيفي، عندي تخطيط عمراني لازم يدرس مظبوط علشان اسهل على الناس الطرق والشوارع والمسارات. حضرتك شفتي الافاضل اللي احنا التقينا بيهم، مصطفى ومحمد وضاحي؟ ناس مبهره. والله. وبعدين يعني مش بيشرح لك المشكله بس، هو كمان بيقدم لك رؤيه للحل يعني. ما هم المصريين في ال3 سنين اللي فاتوا انا شايفه ان دي حاجه ايجابيه جدا، من كتر ما في مناقشات بقوا كلهم بيفهموا في الاقتصاد والسياسه وعندهم رؤيه واضحه، وعلى فكره اللي بيقولوه بغض النظر عن الصيغه اللي هو بيطرح بيها الكلام، هو مكان يعني هو كلام اقتصادي وكلام هو على ارض الواقع. هي الناس دي بتعاني من مشكله معينه، يعني اللي قال لك يا ريت يبقى منطقه مشاة طبعا اولا معترف بيه عالميا زي ما حضرتك قلت ان في حاجه اسمها داون تاون، في سنتر، في مركز مدن لازم يكون منطقه مشاة، ده وتقدر تروج بيه التجاره، الناس وهي ماشيه مفيش مشكله، المصريين مش متعودين يمشوا، كلنا متعود، وانا وحضرتك وكلنا محتاجين بنركن صف تاني قدام المكان اللي احنا عايزين ننزل فيه عشان عارفين ان احنا هنعرف يكون عندنا استثناءات. ما انت حضرتك عارفه ان بره يقول لك اركن في ابعد نقطه ممكنه عن المكان اللي انت رايحه عشان تتمشى، فجسمك يتحرك فتفقد كالوريز فجسمك يبقى احسن فتستحمل. وعايزه اقول لك على حاجه، انك انت لما يكون عندك منطقه مشاة هتشغل مطاعم وهتشغل محلات وكل الناس اللي يعني العجله التجاريه هتتحرك، ده غير انك انت هتحافظ على الاثر التاريخي، انت عندك مباني في المنطقه دي ليها طراز معماري معروف وليها احترام، ولازم بص حضرتك احنا من كتر ما ربنا ادانا حاجات كتيره في البلد دي فاحنا مش حاسين بقيمتها. يعني بره انت لو عندك بتلاقي حاجه بسيطه جدا بيعملوا عليها هيلمان ويصوروها وبتاع، احنا عندنا المنطقه بالكامل لازم تتحول الى منطقه مشاة.